في حاجة تانية كمان، في ناس بتفتكر ان هي كل ما قللت اكلها كل ما وزنها يعني يشتغل اكتر او ينزل اكتر، او هو ده الدايت ان انا اقلل اكلي، مش اي حاجة تاني. فالحتة دي تريكي شوية، لان هي ساعات احنا كتير بنقول طب انا مش عامله دايت، او انا منظمه اكلي بس، فبرضو اكل بقى اللي انا عايزاه من الاكل الصحي باي كميه. فبتحصل يعني ساعات لما اقول يعني مع المشتركات بتوعنا وكده، او مع اي حد كلي اكل صحي، فتروح عامله كميه غير طبيعيه مثلا من الكيك اللي بالشوفان والموز من غير والسكر. اهم صحي حاجه، برضه. اهم حاجه ان هو في سكر دايت او من غير سكر، فهو صحي. وتروح واكله مثلا كميه غير طبيعيه، يعني 5 موزات. دي حصلت حقيقي، انا مش يعني مش بقول كده بس، يعني كمثال، لا هي حصلت حقيقي ان في واحده فعلا كلت صينيه كيك معموله من 5 موزات و4 كوبايات شوفان في اكله، في وجبه واحده. فعايزين برضو واعتبرته صحي يعني او رياضي. صحي، مش قلت لنا كله اكل صحي فخلاص. فبرضو الحته دي تريكي شويه، لان برضو الكميات بتفرق. حتى لو هو اكل صحي، جميل قوي ان انا اكل اكل صحي، بس برضو مش بكميات مهوله، مش بكميات رهيبه. ف ف ف فكل حاجه بالتوازن او بالعقل، يعني كل حاجه بالمعقول. يبقى في توازن، هي دي اللي